كل لحظة تمر عليك هي نهاية عالم وبداية عالم آخر. لا تتحسر ولا تنتظر. كن. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. الهم هو القلق الزيادة على المستقبل، والحزن هو العيش في الماضي. ساعات بتحصل لنا حاجة في الماضي بتاعنا أو تجربة سلبية، دايما بنشعر بالألم أول ما نفتكر التجربة دي. ومن الاستراتيجيات اللي ممكن تستخدمها عشان تستبدل الشعور السلبي ده بشعور إيجابي استراتيجية اسمها تغيير الماضي. هات ورقة وقلم وتخيل إن أنت عايش في نفس التجربة اللي أنت عشت فيها قبل كده. تخيل مشاعرك وأحاسيسك وأنت في التجربة دي وأنت شاعر بالشعور السلبي. عايزك تتخيل إن أنت تفكر إيه الحاجات اللي اتعلمتها من التجربة دي، إيه المهارات اللي أنت اكتسبتها. تخيل نفسك دلوقتي في المستقبل وتواجه نفس المشكلة. عايزك تطبق نفس المهارات اللي انت اتعلمتها من الدرس القديم. كل مرة تعدي بيك تجربة كرر نفس التجربة، وانت كده بتبرمج الفكرة القديمة بدل ما هي مصطحبة بالألم تبقى مصطحبة بملفات ومهارات جديدة اتعلمتها من بس الاستراتيجية دي.